قبل كده هو ليه احنا مره واحده بنلاقي نفسنا اتقفلنا من كل حاجه من غير سبب، حتى لو كل حاجه كانت كويسه وصحتك تمام ومفيش اي حاجه تخليك مقفول من الدنيا؟ بكل بساطه انا ومنى، والنهارده قررت اجاوب على السؤال ده من خبرتي مع نفسي وفي حياتي. ساعات كتير بتحصل لنا الحاله دي بسبب اننا بنطنش نفسنا. ايوه زي ما سمعت، مش ساعات كتير بتلاقي نفسك بتمر بحاجه صعبه وتلاقيك قادر وقوي ومفيش حاجه بتهزك، وبعدين لما كل حاجه بتبقى كويسه بتتقفل. ده اللي بنسميه السرفايفل مود، انك جسمك بيديك كل طاقه وكل الادرينالين وكل حاجه انك تبقى قوي عشان تعدي الحاجه الصعبه دي، وبعد ما كل حاجه تتصلح تتقفل على ان المفروض تنبسط. لا 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 لا، جسمنا سمع التطنيش ده. انت مش بتنسى اي حاجه ببساطه عشان هي متخزنه في جسمك، وساعات تانية بننسى اننا نقعد وننبسط في الحاضر، بنفكر دايما في بكره غصب عننا. لو جبت تليفون بتفكر هتجيب الاحدث امتى، لو قبضت اول مرتب هتلاقي نفسك بتفكر هتفتح بيزنس امتى، بس بننسى ننبسط بالحاجات اللي معانا دلوقتي والان. السوشيال ميديا بتعيشك ألف حياه يوميه، انك بتعيش حياه مش بتاعتك، حزن الناس بتعيشوا معاهم، بتتاثر بيهم، دراما البشر طاقتك بتروح عليهم، جسمك بيخزن كل حاجه على مدار اليوم، فطبيعي لكل فعل ردة فعل. انت عباره عن مين حواليك وايه اللي بتقراه وايه اللي بتتفرج عليه. حاجات تانية كتير سبب في ان